السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاية اعمل معاكم الغدا بتاعنا والحلو اللي زي ما انا عملت قبل كده، الفيديو الحلو والحادق. وكنت عايزة اعرف الفيديو ده كده عجبكم؟ يعني اعمل من النوعيات ديت ولا لا؟ فانا عايزاكم برضك ايه في التعليقات تقولوا لي اه يا طنط عجبنا كده، لا ما عجبنيش. هنعمله ايه النهارده؟ هنعمله كفتة فراخ بالرز. ده بالنسبه ايه للحادق. هحتاج نص كيلو فراخ صدور فراخ عشان افرمها، قرن فلفل كوبي، هحتاج طماطم هشيل منها القلب بتاعها. بصوا كده احنا شايلينها كده اللحم بس، عشان دي كده هتعمل لها ايه، هتخليها فيها زي ميه، فهستغنى بس ايه عنها. وهحتاج بصلتين، والبهارات بقى بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل اسمر. يلا بس نبداوا نعملوا الكفته، عشان عايزين ندردش كده نرميه مع بعض شويه. بصلتين ايه كده صغيرين، هي بصلايه بس انا عشان بحب البصل الوسط، هما اللي عندي صغيرين وخلاف كده كبيره قوي. فانا هعجنها كلها في الكبه. هبدا انزل اول حاجه بالبصله في الكبه عشان تنعم، وبعد كده هنزل بقى ايه عشان افرم الفراخ، وفي نفس الوقت البهارات والتوابل كلها تخش ايه في بعضها. يلا نسمو كده بسم الله. ده القرن الفلفل، ودي الطماطميه اللي متشال قلبها. هفرم بس دول الاول، وبعد كده اهوت ابتدي بقى انزل بالفراخ. كده فرمتهم، ابتدي انزل بايه، بجزء جزء كده من الفراخ عشان يبتدي كلهم ايه يتسمعوا ببعض. كده انا عملتها كلها مع بعضها، هبتدي بس ابهرها كمان. هتبهريها بايه؟ هتبهريها بالحاجات اللي بتحبيها. الملح طبعا ده اساسي، حط معلقه كده ونص ملح. هتدي لها بردك معلقه بابريكا، دي هتديها لون كده بامبا شويه تبقى منظرها حلو. هديها 7 بهارات، نص معلقه، وهديها بهارات فراخ. ورشه فلفل اسود، يبقى احنا كده بهرنا. ابتدي بس اقلب كل دول كده تاني مع بعض ضربه تانيه، وخلاص على كده. ونبداوا ايه نشوف هنعملوا ايه تاني. بعد ما خلصت ضربها حطيتها في التلاجة شويه عشان تهدى كده. امسكت الفراخ عشان اعرف اصبعها، عشان لو مسكتيها في الاول هتلاقيها طريه قوي معاكي، فمش هتعرفي انك تصبعيها كفته. هتصبعي كفته باي طريقه انت بتحبيها، يعني ملهاش طريقه معينه، كده صوابع عاديه كده. حطي في ايدك بس نقطه زيت كمان عشان ما تلزقش معاكي، عشان تبتدي تشتغل. بس لما بتحطيها بقى حبه في التلاجة بتشتغل معاكي سريعه وحلوه. هصبع بس الكميه كلها، وبعد كده بقى ايه هنروح على البوتاجاز ونشتغلوا فيها.
وفي بنوته يا بنات بعتت لي قالت لي يا طنط عايزينك تعملي روتين في تنظيف المطبخ. انا قبل كده قلت لكم انا ما بعملش روتينات ان انا انضف. ليه؟ انا قلت لكم انا ما بمسكش النهارده انا عندي تنظيف، لا. انا النهارده وقفت مثلا بطلع التوابل، لقيت الرف بتاع التوابل كده ما عجبنيش، رحت منزلاه ومنضفاه. بعمل توابل جديده، فبدل ما بحط البرطمان تاني زي ما هو، لا، بغسله وانشفه واجيب البهارات واعملها، وبالمره قبل ما برفعه في الرف تاني لا بمسح كمان الرف. فما عنديش يوم ان انا اقول لك ان النهارده يوم روتيني في تنظيف المطبخ، لا. وبيبقى كده لعلمك بيبقى احلى معاكي وبيسهل عليكي الامور قوي، ما بيحسسكيش ان النهارده يوم التنظيف، ان انت يوم طول النهار واقفه عماله تعملي في تنظيفات. طب ما انا برضك هعمل غدا يا بنات، يعني انا مهما هعمل تنظيف انا هعمل غدا. انا عامله روتين تنظيفي للبوتاجاز. وايه السر ان مثلا بوتاجازي دايما بيبقى نظيف؟ ان انا بعمل ايه؟ انا دلوقتي هشتغل على البوتاجاز، قبل ما اعمل اي حاجه وانا بخلص بنضف بوتاجازي. العيال عملوا بالليل مع نفسهم حاجات، وقمت انا الصبح هعمل الغدا ولقيت البوتاجاز وسخ، ما اشتغلش بيه، انضفه الاول بعدين اشتغل بيه. فضي الحوض، ما تخليش الحوض فيه مواعين. دلوقتي انت عملتي ضربتي الفراخ في الكبه، خلصتي حطيتي الفراخ في التلاجة تشمع شويه، اعملي بتاع دوت، اغسلي الكبه واغسلي الاطباق اللي انت مثلا كنت بتعملي فيها. عقبال ما هتعملي كده هو صدقيني هتطلعي من المطبخ تخلصي الغدا، تخلصي كل حاجه، ومش هتلاقي فيه اي مواعين عندك، مش هتلاقي فيه ان المطبخ عايز يتشال ويتهبط كده عشان تحسي ان انت ايه نضفتيه النهارده. لا، هتلاقي الدنيا ايه سهله كده معاكي وبسيطه وسريعه. هي بتبقى حاجات بسيطه بس والله يا بنات بتفرق جدا. بصوا بقى نص البانيه عمل لنا حبه حلوين ازاي. لو ما عندكيش وقت تحطيها في التلاجة شويه تشمع، لو عندك معلقتين بقسماط حطيها هتشمع معاكي بسرعه وتشتغلي بيها سريع. ساعات بيبقى ما عندناش وقت بيبقى عايزين نعمله الغداء ايه اوام اوام. يلا بقى كده على البوتاجاز. ودلوقتي انا حطيت طاسه على النار عشان هبتدي احمر بقى الكفته معايا عشان تتسوى، وهبتدي اعمل الرز اللي احنا هناكلوه جنبها. هعمل رز ايه؟ هعمل رز بالكاري والكركم بس، يعني هو رز اصفر مش اكتر، يدي كنوع من التغيير، يبقى مش ده الرز الطبيخ اللي احنا ايه متعودين عليه اللي هو الابيض او بالشعريه. ماشي كده السمنه بس هتسخن اهي، وهبتدي اسمه كده بسم الله وننزله بالكفته. بص الكفته كل ما بتقعد بتمسك معانا زياده ازاي. هديها بس كده لون وتستوى كمان، يعني مش لونه بس، هسويها. والرز دلوقتي احنا حاطين حله اهي على النار، حطينا فيها حته سمنه، اوريكم بس حله الرز كمان. والكفته تتحمر هبتدي اعمل الرز. هحط معلقه كركم ومعلقه كاري وهنزل بالرز المغسول. لما بتنزلي بقى بالبهارات كده على السمنه بتطلع ريحتها وبتبقى حلوه قوي. بصوا بقى كده الكفته بدات تاخد لون بسرعه ازاي. ابتدي ايه اقلبها. وننزله برضك بالرز عشان نلحقه ايه وقت يعني.
الصفحه دي تجيب عين الرز. نحط له كمان رشه قرفه تديله طعم جميل. وكده نحط كمان الرز. هنزل على الرز بالميه السخنه. هحمر بقيه الكفته وارجع لكم تاني عشان اقول لكم برضك هنعمل فيها ايه تاني. كده احنا خلصنا حمرنا الكفته. انا بوطي عليها النار عشان تستوي مني ايه كويس، عشان ما تبقاش في الاخر ايه في نفس السمنه اللي انا حطيتها. هنزل ببصلايه شرايح كده، وهديها بس ايه رشه ملح كده ايه خفيفه، عشان انا لسه هحط لها فلفل كوبي كمان وطماطم. كده بقى نعلي النار كده سنه. البصله بس تدبل معايا كده انزل عليها، والرز معانا زي ما انتم شايفين كده ايه استوى. شفتوا بقى لما بنحط الحاجه مع بعض بتخلص كلها مع بعض سهله وسريعه ازاي. كده ومخرطه قرن فلفل كوبي وطماطمايه على بعضها، مش واخده منها اللحم وده لا، كده عشان ده اللي كده اللي هيبقى ايه هيبلع معانا الاكل. حسنا بقى عملنا لغايه ما كل حاجه كده تطرى تبقى حلوه، ونغرفه مع بعض الايه الغدا بتاعنا. ودلوقتي يا بنات هنبتدوا نعمله مع بعض ايه الحلو دونس. حاجه سهله وبسيطه كده. 300 جرام دقيق، يعني 3 كوبايات دقيق، او انا عامه عاملاهم بالميزان. هتحطي رشه ملح وبس كده ايه المقادير الاول بتاعته كده واحده واحده مع بعض. ، 300 جرام دقيق، حطينا لهم رشه ملح، معلقه سكر، معلقه سكر عاديه كده بتاعت الاكل، خميره فوريه تعتبر زي معلقه صغيره مليانه، معلقه لبن بودر، لو ما عندكيش لبن بودر يبقى نص كوبايه لبن حليب، معلقه لبن بودر كده ايه مليانه. اللبن البودر في المعجنات يا بنات بيحسن المعجنات حلوه قوي. وهبتدي كده اقلب المكونات الجافه. وهحتاج بيضايه، وهحتاج حوالي 100 جرام يا سمنه يا زبده،
عشان بعد بس ما نعجنه بس العجينه هنبتدي نحطه بس في الاخر هي ايه ال 100 جرام السمنه. هلف كل ده كده وهجيب نص كوبايه او كوبايه ميه دافيه عشان انتوا عارفين الجو ساقع، عشان تنفع ايه تخمر معانا وتسعفنا واحنا بنعمل. نحط كمان معلقه زيت. على فكره هي بتحط بالراحه عشان ما تفكروش ان انا حطيت ياما. وهجيب ميه دافيه للعجن بس مش سخنه، يعني دافيه كده زي دمعه العين، عشان لو سخنه هتبوظ الخميره. وهبتدي احط كده حبه حبه وابتدي اعجن. بعجنها في الاول تديني عجينه ماسكه، وبعد كده بقى لما ابتدي احط عليها 100 جرام الزبده او السمنه هتبتدي تلين معايا وتبقى ايه كويسه. نبتدي بقى نستغنوا عن المعلقه في الفتره ديت ونعجنه بايدينا. انا قلت كده المقادير على 300 جرام، لو انت عايزه تعملي اكتر كتري كتري. بصي كده هي تعتبر ايه اتعجنت معايا، بس لسه ايه جامده. نحط لها بقى ايه السمنه ونعجنوها حلو قوي عشان يسيبوها تخمر. ثاني كده اقرب لكم من الكاميرا. نجيب السمنه اهي، معلقه السمنه اللي انا هحطها لها هتبتدي تغير ملمس العجينه بقى ايه خالص. هتبتدي العجينه بقى ما بتلزقش في ايدي وتنعم معايا. هتعجنيها بس ايه حبه حلوين لغايه ما تشرب السمنه دي كلها. هغطيها واسيبها بقى ترتاح وتخمر. وكده العجينه بتاعت الدونس ارتاحت وخمرت كمان. هبتدي بس اقطعها، بعملها كده بس زي البقجه كده وهلمها عشان انا مش هعملها الدونس المفتوح. انا حاطه الصينيه من تحت كده عشان اعرف اشيل وادخلها المكان برضك تكمل ايه خمرها. هبتدي اقطعهم كده كلهم باحجام متساويه. انت بقى شوفي عدد اسرتك، لو اكتر عايزه تكتري العجينه ضعفيها، اعمليها مره ونص كمان، بدل 300 جرام يبقوا 450 جرام او نص كيلو. كده وهتيجي برضك اغطيها تخمر عشان نقلوها. وزي ما احنا شايفين كده بقى ايه هي خمرت اهي. هبتدي انزل بيها في الزيت، الزيت بتحمي النار وبعد كده بتوطي تاني. بصوا بقى انا ايه ميزه المفرش، هاخدها كده بالمفرش كده
بس بقى احنا ما بنحبش بقى نحمص الزيت عشان كده، عشان ما تاخدش لون وتبقى لسه ايه ما استوتش. انا سخنت الزيت وبعد كده وطيت عليه. بعد كده مستوي يا بنات، ابتدي بالمعلقه كده اجوفه كده اهوت عشان اعرف احشيه. بجيب كيس الحلواني وبحط كده في الفتحه، ثواني بس كده عشان ايه فتحه مش صغيره مش كبيره، وببتدي اضغط كده جواها لغايه ما يبتدي الحاجه تبتدي تطلع كده تاني من بره. لو ما طلعت كده يبقى كده هي ايه اتحشت. دي كده الحشوه الايه الاولانيه حشيناها مربى. وهنكمل برضك بنفس الطريقه كده كل الكميه. ده بس افتحهم كلهم الاول، بس تفتحهم كده سهل. بساعد اهو يا بنات عشان ما تقولوش ان انا مش بساعد. حطيت لها المخلل غليسه. هم لازم عشان يعترفوا ان انا ايه بنتي صاحيه. بس كده كل دول مفتحين. وبنفس الطريقه برضك بسيح الشوكولاته وبحطها كده. شوفوا بس الشوكولاته فكت ولا لسه، والشوكولاته كمان اهي فكت. احط كده معلش انا مركزه في الحططان، والصوره مش عارفه ايه مش جايه معانا صح ليه. شوف واحده تانية مفتوحه، دي مفتوحه. بتحطي كده البوز كده فيها وتبتدي تضغطي لغايه ما تبتدي الشوكولاته تبظ منك لبره. طول ما الشوكولاته بظت كده بره يبقى كده اتملت وطلعت. دي كده اتملت وطلعت وبهدلت الطبق. يبقى احنا كده عملنا الدونس ايه بالطريقتين. وكده يا بنات ده كده الشكل النهائي للكفته بتاعت الفراخ. بصوا بقى ده البصلايه والطماطمايه اللي حطيتها تحتها تدي جوسي كده شويه ايه للاكل. وده الليمون اللي انا حطيته. ده اهم حاجه. ماشي وده الدونس المقفول اللي احنا حشيناه بالمربى، والتاني ده كده اللي بالشوكولاته. ايه رايكم بقى في الجمال دوت؟ البامبا ده تبعي انا. ايه رايكم؟ ماشي، مستنيه يا بنات ان انتوا تقولوا لي موافقين على طريقه الفيديوهات ان انا اعمل الغدا بالحلو بتاعه ولا لا. لو عجبكم الطريقه ديت قولوا لي في التعليقات عشان اكمل لكم كده. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، مستنيه ارائكم اللي ما نحرمش منها ابدا. وهنزل لكم كمان في الفيديو اللينكات بتاعه تنظيف التلاجة وتنظيف البوتاجاز بتاعي في الفيديو دوت، في اول تعليق مثبت باذن الله سموره هتحطه لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد.